Hallo, liebe Leute. Willkommen zu meinem deutschen Kanal ألماني مع فراو أماني. أهلا بكم. هنبدأ مع بعض سلسلة تعلم اللغة الألمانية. Vergessen Sie nicht zu liken und auf die Abonnieren zu klicken. ما تنساش تعمل لايك وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمل سبسكرايب للقناة. Die Buchstaben sind. نبدأ مع بعض الحروف. A Apfel, A Auto, B Ball, B Banane, C Cent, D Doktor, D Deutsch, E Elefant, E Ente, F Fisch, F Familie, G Garten, G Glas, H Haus, H Hand, I Igel, I Imbiss, J Joghurt, J Jacke, K Katze, K Kleid, L Lampe, L Laptop, M Maus, M Milch, N Nase, N Name, O Orange, O Obst, P Bar, P Pullover, Q Qualle, Q Qualle, R Rot, R Ring. وممكن نقولها كمان R. يبقى بننطق الR بشكلين، ممكن R وممكن ننطقها R. R Rot, R Ring, S Sonne, S Saft, T Tasse, T Taxi, U Unfall, U Uhr, V Vase, V Vater, W Waage, W Wasser, X Xylophon, X Xylophon, Y Yoga, Y Yacht, Z Etz, Z Zoo, Z Zug. كده دي الحروف بتاعتنا. والحروف طبعا زي ما احنا شايفين هي كلها نفس طريقة كتابة حروف الإنجليش، بس طبعا النطق هيبقى هو المختلف معانا. الألماني هيتضاف عليه إن في حروف زيادة هتميز اللغة الألمانية بشكل أخص. يعني هيظهر عندي حرف اسمه الستت. الحرف ده بيتكتب ازاي؟ زي ما ظهر قدامنا على الشاشة. الحرف ده هيتكتب زي حرف البي، مفتوح من 3 جوانب أو بيبقى بالطريقة دي. الحرف ده لما هنفكه هيديني دبل اس. اوكي، طب ننطقه ازاي الحرف ده؟ قال لي ده الحرف ده هيتنطق اس عادية جدا. في das Wort زي مثلا كلمة شباس، شباس، أو زي كلمة شتغاسي، شتغاسي. يبقى احنا يا جماعة نطقنا الحرف ازاي؟ نطقناه حرف اس. كده احنا نكون خلصنا الحروف، بس اتبقى معايا حرف تاني كمان بيميز اللغة الألمانية، بس ده ان شاء الله هنخليه الحلقة الجاية.